ما في مشكلة بتحصل لك في حياتك إلا والله ربنا اداك كل الإشارات إنك ما تعملش الموضوع ده وعملته. زي إيه بالظبط؟ زي واحدة مثلا تتجوز فللأسف تتطلق. تعرف إن في فترة الخطوبة ربنا اداها إشارات كتيرة جدا 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 إن الشخص ده مش مناسب، وبدأ يوريها أخلاقه على حقيقتها وهي ما شافتش، وكمان شافت ان هو انسان مش كويس وتأكدت ان هو انسان مش كويس وكملت وعندت، مع ان ربنا اداها اشارات كتير ان هو مش كويس. فطبعا تتجوز، فبعد ما تتجوز تبتدي بقى الحياة تختلف ويظهر الشخص ده على حقيقته قوي، فللأسف ما تعرفش تكمل معاه فتتطلق، فتكتشف ان اسباب الطلاق هي كانت نفس الاشارات اللي ربنا اداها لها قبل ما تتجوز الشخص ده. فتكتشف ان اسباب الطلاق هي كانت نفس الاشارات اللي ربنا اداها لها قبل ما تتجوز الشخص ده. شفت بقى؟ اي مشكلة في حياتك بقى، اي مشكلة في حياتك انت واقع فيها دلوقتي، ربنا اداك قبل كده 1000 اشارة انك ما تمشيش في الموضوع ده، وانت مشيت وعانيت واصريت انك تمشي فيه. بس بعد ايه؟ بعد خلاص ما اشارات ربنا خلصت، ان هو قال لك كتير وياما بعت لك رسل يقول لك يا ابني بلاش الطريق ده، يا ابني بلاش البنت دي، يا ابني بلاش الشغلانه دي، يا ابني بلاش الصحاب دول، يا ابني بلاش تمشي في المشروع ده. بس برضه عاندت ومشيت. فيكون سبحان الله بعد ما انت تفشل يكون هي اسباب الفشل هي الاشارات اللي ربنا جابها لك في البدايه، بس انت كنت اعمى، كنت اعمى، ما انتش شايف، معاند وماشي بناء على ايه؟ ما الاشارات بتجيلك، بس انا فعلا ما كنتش شايف. ويجي الندم، بس ساعتها الندم خلاص، هو الندم هيعمل لك ايه؟ الندم عمره ما كان بيحل مشاكل والله. وبعد ما تحصل المشكله يقول لك هو ربنا عايز كده. ربنا ايه؟ ربنا ايه اللي عايز كده؟ هو ناقص ده؟ ناقص ربنا ينزل لك بنفسه ويقول لك الموضوع دوت ما تمشيش فيه. بس ربنا مش هيعمل كده، ربنا بيديك الاشارات، بيبعت لك الرسل يقولوا لك ان الموضوع ده غلط ما تمشيش فيه، وتيجي تقول ربنا عايز كده. ويجي ربنا يقول لك ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربنا ما بيظلمش حد. لما كل الناس مظلومين امال مين الظالم؟ تيجي تتكلم مع كتير من الشباب يقول لك انا اتظلمت والله، وهي تقول لك انا اتظلمت والله وبتاع. امال مين الظالم لما كلكم مظلومين؟ عارف مين الظالم؟ الظالم هو انت. ايوه انت اللي عملت كده في نفسك. ما حدش اجبرك انك تمشي في الطريق اللي ربنا اداك فيه الرسل ده، والله ما حد اجبرك ولا حد لوى دراعك. كل حاجه كانت باختياراتك انت اللي كملت وعاندت واصريت رغم الاشارات اللي بتظهر لك. فركز بعد كده في اشارات ربنا، ركز بعد كده على اي موضوع انت بتخش عليه هتلاقي الاشارات، وهتلاقي الاشارات واضحه جدا جدا. بس لازم تكون شايف، لازم تكون بصير باشارات ربنا.